شخصيات كردية حموية. أعلام في سطور. الزعيم أديب شيشكلي رئيس الجمهورية السورية السابق، هو من مواليد 1909. والده حسن شيشكلي ووالدته منور الباكر البرازي، بتكون أخت نجيباغا الباكر البرازي وأخت خالداغا الباكر البرازي. تابع دراسته الابتدائية والإعدادية في حمام. التحق بالثانوية الزراعية بالسلمية بناء على رغبة والده الذي كان يعمل بالزراعة، حيث حصل على شهادة ثانوية زراعية عام 1927. التحق في نفس العام بالكلية العسكرية، حيث تخرج عام 1929 برتبة ملازم. بسبب مواقفه الوطنية فقد حرمته سلطات الانتداب من عدة ترقيات. في عام 1944 وعندما كان برتبة رئيس نقيب، حاليا الرتبة الأولية كان نقيب، اللي نقيب هلا حاليا كان اسمه أول رئيس. المهم في عام 1944 وعندما كان برتبة رئيس نقيب حاليا، انشق عن الجيش وانضم إلى الثوار. في عام 1946 وبعد جلاء المستعمر الفرنسي تم إعادته إلى الجيش برتبة رئيس نقيب حاليا. تطوع في جيش الإنقاذ بفلسطين عام 1947. بعد أن تم احتساب كافة خدماته السابقة، فقد تمت ترقيته في الأول من كانون الثاني عام 49 إلى رتبة عقيد. حدث الانقلاب الأول في سوريا في 30 آذار 1949 بقيادة الزعيم حسني الزعيم. حدث الانقلاب الثاني في 14 آب 1949 بقيادة اللواء سامي الحناوي. بتاريخ 19 كانون الأول 1949 قام العقيد أديب شيشكلي بالانقلاب الثالث، حيث قام بسجن الحناوي وبعض أركان حكمه ليطلق سراحهم بعد 9 أشهر، حيث توجهوا إلى بيروت. تم تسمية اللواء فوزي سلو. كمان فوزي سلو هو شخصية كردية وحموية، هو يعني عاش بحما. تم تسمية اللواء فوزي سلو رئيسا للجمهورية، وأصبح شيشكلي نائبا لرئيس الأركان بعد ترفيعه لرتبة زعيم عميد حاليا، لكنه كان الحاكم الفعلي. فيما بعد تم إجراء استفتاء، حيث أصبح شيشكلي رئيسا للجمهورية. صبيحة 25 شباط 1954 قام الانقلاب الرابع على أديب شكلي بقيادة النقيب مصطفى حمدون، الذي احتل دار الإذاعة بحلب وأصدر عدة بيانات. حفاظا من شكلي على وحدة الجيش وعدم سفك الدماء، فقد تقدم باستقالته من رئاسة الجمهورية وغادر إلى لبنان، ثم صار يتنقل في عدة بلدان إلى أن استقر به المقام في البرازيل. بتاريخ 27 أيلول 1964 ولعودته مساء من زيارة لأحد أصدقائه، فاجأه شاب يدعى نواف غزالي بإطلاق الرصاص عليه ليرديه قتيلا. وعم بيقول إنه ثأر لجبل الدروز، إنه أيام حكم الشيشكلي صارت ثورة بجبل الدروز، مشاغبات. راح أديب الشيشكلي بعد قوة من الجيش أخمدته. تم نقل جثمانه إلى حمام مسقط رأسه، حيث شيع بموكب شعبي مهيب وجموع غفيرة إلى مثواه الأخير، وذلك يوم الجمعة 9 تشرين أول 1964. وأنا شخصيا ما زلت أذكر موكب الجنازة التي طافت جميع شوارع حمام. هون لما توفى بالبرازيل، فحج إبراهيم الشيشكلي عميد محامي هو، وكان نقيب المحامين عنا بحمام، ضل نقيب المحامين شي 40 سنة. على نفقته جاب الجثمان من البرازيل وصلوا جنازة بحما، ما زلت أذكرها تماما. يعني من هو بيحكوا عن 4 جنازات كبيرة صارت بحما، أحدهم جنازة أديب الشيشكلي. والأربع جنازات اللي صاروا بحما هن 3 منهم لأكراد والرابعة مولى كردي، اللي هي أولا مفتي حما الشيخ أحمد مراد. هدولي بنقول له نحن بيت الشيخ سليم، هدول أكراد. عنا كمان جنازة أديب الشيشكلي، والجنازة الثالثة جنازة سعيد السراج أخونا عبد الحميد السراج،
وكان إنسان عادي، بس من توفى كان وقتها عبد الحميد سراج نائب رئيس الجمهورية. الجنازة الرابعة جنازة الشيخ محمد الحامد. فهذول الثلاثة الأولانيين أكراد. اللي بيرجع لجنازة أديب الشيشكلي، طبعا على نفقته جاب إبراهيم الشكلي من البرازيل. طلعت له جنازة راقية كبيرة، طاف الشوارع حما كلياتها. وأذكر كانوا يقولوا تعالوا، هو أو بيقولوا له أبو حسان، تعالوا شوفوا يا أخوان قتلوا أبو حسان، ما رح نسكت يا عمران، رح ناخذ بكرة بالتار. المهم مين هو محمد عمران؟ محمد عمران كان وقتها وزير الدفاع. اي نعم. بعدها تميزت فترة حكم شيشكلي بالاستقرار والازدهار، أذكر منها صدور قانون التنظيم الشؤون المالية وصدور قانون الإصلاح الزراعي. هون بدي وقف مشان موضوع قانون الإصلاح الزراعي. قانون الإصلاح الزراعي الأساسي تطور في عهد أديب الشكلي، بس ما كان تعدي على الملكية الخاصة، بل وإنما قام بتوزيع أراضي أملاك الدولة على الفلاحين، عكس قانون الإصلاح الزراعي اللي صدر أيام الوحدة اللامباركة عام 58 يلي صارت بين سوريا ومصر. لأنه قانون الوحدة كان تعدي صارخ على الملكية الفردية يلي أقرتها الأديان والشرائع السماوية والوضعية. وإجا قانون الإصلاح الزراعي أيام عبد الناصر بتشجيع ومتابعة من جماعة أكرم الحوراني يلي كان عندهم حقد له بهالمجال على الملاكين. فالمهم كان جماعة أكرم الحوراني لهم اليد الطولة خلال الأشهر الثمانية الأولانية من الوحدة، بتسلم وزارات مفاصل الدولة الرئيسية، لوقت ما غضب عليهم عبد الناصر بعد 8 أشهر من الوحدة سرحهم كلياتهم. فكانوا هن وراء عبد الناصر بإصدار قانون إصلاح حتى هن يعني يأكدوا عليه. وقانون إصلاح الزراعي يعني صار بعد الوحدة بتاعت 4 أشهر، يعني من كثر ما كان يعني عنده ومو بس هيك، كمان تنفيذ قانون الإصلاح الزراعي صار بشكل سيء عم بيستهدف المالك. بالقانون طلع انه المالك بينقي الارض اللي بده اياها، لا لما نفذوه ما يخلوا المالك ينقي الارض اللي بده اياها، يعطوه الارض التعبانه وياخذوا الارض الكويسه. المهم نرجع للمقاله. وصدور قانون الاصلاح الزراعي الذي بموجبه تم توزيع اراضي املاك الدوله على الفلاحين. وصدور قانون الأحوال الشخصية وقانوني أصول المحاكمات المدنية والجزائية. كذلك فقد تم في عهد إنشاء المصرف المركزي بعد أن كان النظام المصرفي محصورا ببنك سوريا ولبنان، حيث تم فك ارتباط الليرة السورية بالفرنك الفرنسي. كذلك فقد تم توزيع مرفأ اللاذقية. أما على الصعيد العسكري فالإنجازات كثيرة، أذكر منها تزويد الجيش بأسلحة حديثة، وشراء 3 سفن حربية، وتوسعة مطار حماة الذي كان مهملا بعد خروج الفرنسيين من سوريا ليغدوا صالحا للهبوط وإقلاع جميع الطائرات منه حتى طائرات الركاب. وأذكر في حينها أن الحجيج الحموي كان يستقل الطائرة من مطار حماة إلى الديار المقدسة.